ده هارون، كاتب وشخص بيحب السفر جدا، سافر دول كتير وبيسافر في كل فرصة تجيله، ولما جه مصر حبها جدا وقرر يزورها من شمالها لجنوبها، ولكن جه عند القاهرة وما قدرش يزور أماكن كتير فيها، فتحداني تحدي. Hey Momo, so I was in Cairo last year and I spent 4 days exploring the great city and I exhausted myself, but I couldn't do it. So here is a challenge for you. You have to explore within 12 hours 60 historical places in Cairo, and if you do it, I bet you $100. How about that? See you bro. فقلت لنفسي طب ما تجرب يا اخي، تغرمان حاجه، انت عندك حاجه تخسرها. شروط التحدي: أزور 60 مكان أثري في أقل من 12 ساعة، ولازم نعرف يعني إيه مكان أثري. هو ببساطة أي مكان مر عليه 100 سنة بشرط ارتباطه بشخصية تاريخية أو حدث تاريخي، يعني الضريح والسبيل والمسجد والكنيسة والتكية والمتاحف والقصور وأسوار القاهرة وأبوابها. ولو نفذت التحدي حلال عليا $100. فبدأت اليوم من مصر القديمة، بالتحديد من مجمع الأديان اللي مليان كنايس ومساجد. وطبعا رحت أول مسجد في مصر، وعديت نهر النيل عشان أروح لقصر المنسترلي ومتحف الست، وبعد كده لقيت أقرب مكان ليا هو قصر محمد علي في المنيل. فزرته وكنت دايما بدور على أقرب الأماكن الأثرية، فرحت السيدة زينب، وطبعا كنت لازم أفطر من هناك. وبعد كده طلعت على مسجد أحمد بن طولون واللي كان حواليه مساجد تاريخية كتيرة جدا. وبعد كده رحت القلعة واللي كان فيها متاحف ومساجد كتير. هنا القاهرة. وأعتقد هنا أنا كنت خلصت نص التحدي في 3 ساعات بس. عايش فاتحها صلاح ملاح، لازم يبقى معاك مفتاح، ما تكلمنيش لو مش معاك مفتاح، انا نفسي ارتاح وبستوح. عايش فاتحها صلاح ملاح، لازم يبقى معاك. ورحت على مسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المحمدي واللي كلهم قريبين من بعض. وبعد كده دخلت شارع مليان اماكن تاريخية، مساجد واضرحة وكل اللي نفسك فيه. واتوضيت وصليت الجمعة في مسجد الطنبغة المرداني، وطلعت على المعز وهناك كملت التحدي. وبعت الفيديو لهارون ودي كانت النتيجة. Bro, I just saw the video and I just cannot believe you did it. Bad news for me. I have to give you the bet money now. So here you go. I have $1. You can add your zeros there. حكوا عليا انا ينعل اللي جاي يوصل الحكم بعد يلا. ما تنسوش تشتركوا في القناة على ما نشوف الباشا ده وحسوا الفكاهة هيودونا لفين تاني.